دلوقتي لما تيجي تتعلم التسويق للاسف بتتعلمه بشكل عشوائي، بس كل ده ممكن يتصلح بقطر التسويق. ده عباره عن 4 عربيات لو فهمتهم صح كده تمام. اول عربيه فيها السواق لازم يكون مركز عشان لو غفل لحظه القطر كله هيتخبط. العربيه اللي وراها فيها راجل عجوز، ده الحكمه والخبره. العربيه الثالثه فيها عيال عماله تتنطط، فيها كميه طاقه وابداع رهيب. والعربيه الرابعه والاخيره فيها ناس شيك قوي، باين من اللبس وطريقه الكلام وتعاملهم مع غيرهم. فهمت حاجه؟ العربيه الاولى بتحدد احتياجات السوق، والثانيه فيها الخبره، الثالثه الطاقه والابداع، والرابعه التعامل والمظهر. ده اهم جزء في الموضوع. تعالى نفترض انك عاوز عربيه. اول خطوه هتاخدها هتعرف انت عايز ايه، تاني حاجه هتدور على كل المعلومات عنه، تالت حاجه هتقيم البدائل، بعدين هتستقر على نوع معين. وبس كده، الف مبروك عليك العربيه. بس لسه قدامك موقفين بعد ما تشتري، اما تطلع في مستوى توقعاتك او اعلى، وساعتها لما تيجي تغيرها هتشتري نفس النوع بس موديل اجدد، او ممكن تطلع اقل من توقعات، بس ساعتها لما تيجي تغيرها هتشتري نوع مختلف حذر الناس منه.